هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين مرتاحين. اليوم فيديو بديته هو بريوقي او فطوري البسيط والصحي. هنا بين سلق وتوست شاي وفلفل بلونين. راح اشوفكم روتيني البسيط. ان شاء الله يعجبكم الفيديو لهذا اليوم وينال رضاكم. طبعا اني يعني حبيت اشوفكم انه ابسط شي واحد يقدر يسوي دايت ياكل أكل صحي، حتى لو يعني شي بسيط من الرياضة، بين الرياضة ترى هم يضعف. وطبعا استمروا على الأكل الصحي. هنا سويت كيكتين، كيكة البرتقال وكيكة الكاكاو. طبعا أنا نزلتهم بالقناة، إذا تحبون أنزلكم الرابط في صندوق الوصف. بالأكل بالكيكتين ذني أنا مسويتهن، خليتهن بردن طلعتهم من القالب وبعدين غلبت الماء وهذا شكلهن النهائي. وطبعا انتظرهن يبرد، ما ألعب بيهن لحد ما يبردن، يلا أطلعهن من القالب وبعدين أقصقصن ليش حتى لا يتكسرن أو يمردن. وهنا قصيت قطعة من إدها وكان طعمها كلش طيب، بدون ما أحط مجرد ورشة البرتقال، عصير برتقال. وهنا طبعا القالب من القلبو طلعت الكيكة بهذا الشكل جدا حلوة، والثاني بهذا الشكل. أتمنى أن يعجبكم الفيديو روتيني الجميل والبسيط لهذا اليوم، ويعني إن شاء الله أجيب لكم فيديوهات حلوة. وإذا تحبون أشوفكم أكلات بالتفصيل أوكي، ما عندي مانع، بس أتمنى تتابعون قناتي، تشتركون بيها وتعطوني لايكات، لأن هذا يعطيني سر نجاح القناة. وبعدين آخر شي سويت اللي هي بيتزا الدجاج بدون أي عجين، بدون أي طحين، بدون كل شي، مجرد بيتزا الدجاج، وهذا شكلها النهائي. طبعا راح أعطيكم المواد اللي حطيتها، لأن هنا صراحة أنا يعني ما لحقت أتصور، كان يعني ما لحقت لي ظرف ما، بس صورت لكم إياها وراح أكتب لكم الطريقة في صندوق الوصف. شوفوها كلش طيبة وأكل صحية وسريعة جدا. طبعا جبت صدر دجاج، قطعته، شلت الدهون منه وحطيته بالفود بروسيسر، وحطيت وياه بصل وباذنجانة حجم كبير، هم يعني حطيت وياه أجنته، وبعدين حطيت وياه 3 خواشيق طحين. وطبعا حطيت فلفل أسود وبهارات شاورما وكاري وملح وأجنتها، وبعدين خليتها شوي بالثلاجة يعني بردت جملة. بعدين ثاني يوم أنا سويتها فحطيتها، شغلت الفرن وجيب الصينية حطيت عليها هذا الورق. وبعدين حطيت عليها شوية زيت دهنته، وجبتها طلعتها من الثلاجة بهذا الشكل. حطيتها قصقصتها ليش حتى بعدين أقصقصها تكون سهلة، قبل ما جبتها قصقصتها. حطيتها شوية زيت زيتون بالفرشة سويتها، وبعدين حطيتها على الفرن 380 درجة فahrenheit، وخليتها تستوي من الجوا. وبعد ما استوت من الجوا طبعا يعني يلا استوت هنا، يلا طفيتها وبعدين طلعتها وحطيت عليها جبن موزاريلا وحطيتها رجعتها بالفرن، وبعدين خليت علقة الفرن من الفوق وصار هذا شكلها كلش طيبة. جربوها أصدقائي راح تعجبكم وسهلة التحضير، طبعا صحية بالمناسبة، هي لا صمون ولا طحين ولا كل شي، وراح تعجبكم جدا وراح تجربوها انتم بنفسكم. وتقدرون تسوون حتى لو لحم يعني مو دجاج، تقدرون تحطون لحم بقر أي شي، مهم بدون طحين بدون كل شي. وما تحطون هالجبن إلا إن يستوي من الجوا، وبعدين تطفون الجو وشغلون الفوق وتحطون الجبن يستوي براحته على نار متوسطة. و يعني كلش طيبة كانت أصدقائي، جربوها. وتحياتي لكم، وانتظروني في فيديو جديد. باي باي.